والله جيت في وقتك. من احلى المشروبات اللي احنا ممكن نشربها في الشتاء او في البرد السحلب. النهارده بقى هنعمل بودرة السحلب بنفسنا في البيت، وطعمها احلى من الجاهز بكتير. يلا نبدأ في الوصفة. نص كوباية من الرز هنغسله كويس ونصفيه وننشفه لمدة ليلة كاملة، نتخلص من اي رطوبة او اي مية موجودة فيه. نطحنه كده ناعم زي ما انتوا شايفين لحد لما يوصل قوامه زي قوام السحلب بالظبط. بعد كده هنضيف ربع كوباية من الجوز الهند ونبدأ نطحنها تاني مع الرز، هيبقى باودر كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنضيفه بقى في البرطمان اللي احنا هنحتفظ بيه بالسحلب، وكمان هنضيف بقى بقيه المكونات عليه. بقيه المكونات باودر فمش هتحتاج ان احنا كمان نطحنها، هنضيفها على طول. ربع كوبايه من النشا، وربع كوبايه من الكريم شانتيه، ربع كوبايه من اللبن البودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا. هنقلب بقى كده كل المكونات مع بعض لحد لما تختلط ببعض. ممكن نغطيه ونحتفظ بيه طول الشتاء في التلاجة او بره التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. هنجيب بقى اي كزرولة كده على النار، كوبايه كبيره من اللبن، وهنضيف عليها معلقتين من بودره السحلب اللي احنا جهزناها، وطبعا هنضيف سكر، والسكر على حسب الرغبه. هنقلب بقى كده باستمرار لحد لما اللبن يغلى معانا، وكمان قوام السحلب بيتقل، يبقى كده تمام جاهز معانا. بصوا يا جماعه قوامه بجد خطير. هنبدا بقى نضيف اي مكسرات، وانا بحب اضيف عليه قرفه، بيكون طعمه حلو جدا. جوز هند، وشويه كده من السمسم، وشويه كان عندي شويه بيكان ضفتها عليه. بجد بيبقى طعمه حلو جدا. جربوه، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، وباي باي.